السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة حنتكلم فيها عن كم تدوم مدة تعطيش الطماطم، وإن شاء الله حنتكلم عن المدة الكافية لتعطيش الطماطم خلال فترة نمو النبات، وإن شاء الله حنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل. فطبعا لبداية حلقتنا أتمنى تعملوا اشتراك في القناة ولايك إذا عجبكم الفيديو، وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا هذه الطماطم اللي زرعناها من البذور الموجودة في كل بيت، لاحظنا منكم وما شاء الله بدأت في النمو بالشكل هذا. وإن شاء الله بالنسبة للطماطم اللي حنزرعها من البداية إن شاء الله حتكون موجودة في القناة خلال الأسابيع المقبلة. وطبعا هذه شكل الطماطم بعد مرور شهر من الزراعة، لاحظنا منكم وخلال فترة التعطيش. طبعا مثل ما تكلمت انه الطماطم تحتاج للتعطيش، فطبعا ضروري يتم تعطيش النبات لطبعا تكوين الأزهار بالشكل هذا. فطبعا مثل ما تلاحظوا ما شاء الله هذا شكل النبات، وطبعا الذبول هذا طبيعي جدا حتى لو صار خلال فترة التعطيش. طبعا ما فيش اي مشاكل، حاول انك تستمر في تعطيش النبات. فطبعا في ناس لما تعطش النبات تسألني عن كم تدوم مدة تعطيش الطماطم. وطبعا قبل ما نجاوب على السؤال هذا مثل ما تكلم ان شاء الله حنزرع طماطم ونتابعها من البداية بالتعطيش بكل الخطوات، بالعزيق بأي حاجة ان شاء الله حنتابعها. ولكن طبعا مثل ما تكلمت ان هذه الطماطم زرعناها لاحظنا منكم من البذور، وطبعا قمنا بتشتيلها، وطبعا مثل ما تلاحظوا ما شاء الله أصبحت بالشكل هذا. فطبعا المدة الكافية لتعطيش الطماطم هي من 15 يوم ل 20 يوم. وطبعا كل ما كثرنا من التعطيش طبعا كان هذا أفضل للنبات، لأنه طبعا مثل ما تكلمت أنه التعطيش يساهم في تسريع النمو وكذلك تسريع ظهور الأزهار. فطبعا يتم تعطيش الطماطم من 10 أيام أو أسبوعين، وممكن طبعا تمتد ل20 يوم بدون أي ري. طبعا هذه الطماطم اللي احنا قمنا بتعطيشها بعد مرور تقريبا 10 أيام، وإن شاء الله حنزيد في التعطيش، وإن شاء الله حيتم ري النبات الأسبوع المقبل. وطبعا مثل ما تكلمت أنه طبعا ذبول الأوراق هذا ذبول طبيعي جدا والنبات مش حيموت، لاحظنا منكم. فطبعا الذبول هذا طبيعي، ولو صار على النبات ما تقومش بري النبات حتى طبعا تستفاد من فترة التعطيش. وإن شاء الله مثل ما تكلمت حنزرع إن شاء الله طماطم ونتابعها خطوة خطوة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم وعرفتوا كم تدوم مدة تعطيش الطماطم، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.